لو البرسيل الجل فصل منك او الصابون السائل وانت بتعمليه فصل منك وبقى معاكي بالشكل ده، هتتصرفي ازاي ولا هتعملي ايه؟ ابدا مش هنرميه، وهقولك النهارده على طريقتين ترجعيهم بيه زي الاول واحسن كمان. على بركه الله هنبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله توكلنا على الله. واول حاجه بعملها بجيب صابونه بلدي كبيره وابدا ابشرها، وبعد كده احطها في بوله اوسع وهنزل عليها بحوالي نص لتر من الميه المغليه، وافضل ادوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تدوب معايا تماما. طب انا مش عايزه ادوب في ميه مغليه او مش مستعجله على الموضوع، من قبلها بيوم ابشري الصابونه وحطي عليها شويه ميه وسيبيها لتاني يوم، هتبقى معاكي بالشكل ده. هتلاقيها ساحت لوحدها، هتديها تقليبه سريعه زي ما انا بعمل كده، هتلاقيها فكت معاكي تماما. تمام. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله ونبدا نشوف هنعمل ايه. هجيب كده الصابون بتاعي اللي هو اللي فصل، وهاخد من الميه اللي مترقده تحت دي، هاخد حوالي 4 أو 5 كوبايات، مش هتفرق كتير يعني. تمام كده. وبعد كده هجيب بقى ايه الصابونة اللي احنا مدوبينها من شوية، وهضيف عليها حوالي كوباية مية مغلية بس مش اكتر عشان افكها تماما، تبقى معايا سايلة كده. هي كده كده لما بتبرد بترجع تمسك في نفسها تاني او بتبقى زي الجل شوية. انا هنا بقى حطيت كوبايه ميه مغليه ورجعت دوبت كده لحد ما فكت خالص خالص معايا. هنزل بيها على شويه الميه اللي احنا واخدينهم من البرسيل الفاصل ده، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونرجع ندوب كويس جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مع التقليب هتلاقي القوام بتاعك بقى حاجه كده عظمه بجد، يعني نتيجه هايله قوي. ما استخدمتيش بقى البوتاجاز ولا رحتي قعدتي تدوبي ولا تعملي ولا الكلام ده كله. خلاص كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. القوام تقل معايا، محتاج شويه ميه كمان. كل شويه باخد من الطبق اللي هو فيه البرسيل الفاصل ده، باخد منه شويه ميه وبزود على التصليح اللي احنا عملناه او اعاده التدوير اللي احنا عملناها دلوقتي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين الصابونه دي ممتازه بجد، تحفه جدا جدا جدا. الصابون ده اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، كنت عامله معاكم الصابون البلدي وكنت عامله معاكم صابونه الزهره، الاتنين في النظافه رهيبه بجد والله العظيم، مش عشان انا عاملاها. المقادير بتاعتها اللهم بارك مظبوطه بالملي. ادتني صابونه نتيجتها رائعه، ناشفه جدا وفي التنظيف ملهاش حل. بصوا القوام عامل ازاي ما شاء الله، شايفين الشفافيه؟ حاجه رهيبه. ان شاء الله ربنا يذكرني واحاول احط لكم اللينكات بتاعتهم اسفل الفيديو. كل ما بتزودي وتقلبي القوام بيتقل معاكي، وعايزه اقولك ان هو كمان لسه لما هيقعد هيتقل معاكي كمان. هزود شويه بشويه واقلب. بصوا بقى كده القوام كريمي وزي الفل. عايزه تستني على كده وتسيبيه خير وبركه، عايزه تزودي شويه ميه كمان ده يرجعلك. طيب نروح بقى على الطريقه التانية، توكلنا على الله. الطريقة الأولى ده القوام بتاعها وده كان شكلها وطريقتها كانت سهلة خالص، وصلحناها بإيه؟ بصابونة بلدي بس مش أكتر من كده. صابونة بلدي وحوالي 3 4 كوبايات مية مغلية. ده قوامها ما شاء الله اللهم بارك. أنا حابة بس كده إيه أوريكم كمان. عايزة أقولك دي كمان عايزة لها بتاع 3 4 لتر مية، لأنها هتتقل لما تتعين. يعني لما تتركن كده حوالي أسبوعين 3 هتلاقيها تقلت معاكي، فتضيفي مية براحتك انت بقى، بس خليها خام أتقل معاكي زي ما انت شايفة كده، وتحكمي فيها وقت ما تيجي تستخدميها براحتك. نيجي بقى للطريقة التانية وهي بالنسبة لي كانت لذيذة جدا. هاخد الطبقة اللي هي المتصبنة التقيلة اللي هي فوق دي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هحاول اخدها كلها الاول بالطريقة دي كده، وهفكها بالمضرب كده، وهبدأ اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويمين وشمال ويمين وشمال كأنك بتضربي خليط الكيك، هتتفك معاكي وتبقى زي الفل. طب يا سندس الموضوع معايا يابس قوي قوي ومش راضية تفك معايا بسهولة، هعمل ايه؟ هتزودي كوباية مية مغلية وتبدأي تدوبي كويس جدا جدا جدا. طيب ما دابتش هعمل ايه؟ هحطهم بقى على البوتاجاز على نار هاديه كده مع التقليب المستمر، وتاخدي بالك عشان ما يفرش معاكي ويبوظ الدنيا. زي ما انتم شايفين انا محتاجتش الحمد لله الحمد لله رب العالمين للبوتاجاز. انا بشويه ميه مغليين صغيرين فكت معايا وبقى خليط كريمي شفاف زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. تمام كده كده تمام. نجيب بقى شويه الميه اللي فايضين معانا دول ونبدأ ننزل بيهم على الصابون اللي احنا لسه فكينه. دي كانت الطبقة اللي كانت تقيلة فوق. خلطها لما ضربتها كويس قوي بصوا ما شاء الله بقت عاملة زي البشاميل التقيل، القوام بتاعها كريمي قوي قوي قوي. احنا مستمرين في التقليب، ايد بتنزل وايد بتدوب زي ما انتم شايفين كده، واهم حاجة في المرحلة دي انك تقلبي وتدوبي كويس جدا جدا، ولو عندك الهاند بلندر هيسهل عليك الموضوع اكتر من كده بكتير.
تمام. طيب هنا كل ما هتضيفي ميه هي مش هتقولك لا، وما شاء الله القوام بتاعها زي الفل. بصوا ما شاء الله كده انا رجعت كل حاجه زي ما كانت واحسن كمان. طيب انا بدل ما هزود ميه عاديه انا هعمل حركه حلوه قوي. ايه هي؟ انا جبت كده حوالي قشر برتقان مش عارفه كام واحده، وبرده قشر ليمون كتير، وغليت حوالي لترين من الميه. بعد ما غليوا كويس قوي رحت جايه ضيفاهم على قشر البرتقان وقشر الليمون ده، ونقعتهم حوالي نص ساعه كده. نزلوا كل الزيوت العطريه وكل الحاجات الحلوه اللي فيهم، وزي ما انتم شايفين كده حبيت اوريهم لكم. ده كده منقوع مش مغلي. هاخد الميه دي وهبدا ازود بيها على البرسيل بتاعنا مع التقليب. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا جدا، بيديني نظافه اكتر واحسن. يعني كل ده بمثابه ازازه زيت نعناع مثلا او زيت برتقان. ورجعت ادوب تاني زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الخليط كريمي جدا. الموضوع نجح معايا بطريقه اللهم بارك اللهم بارك يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم دايما يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين القوام رجع معايا بمنتهى السهولة، ما تعبتش، والموضوع مسلي جدا وممتع جدا على فكرة، وموفر جدا 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 فوق ما تتخيلوا كمان. دول الطريقتين اللي احنا اشتغلنا بيهم النهاردة، واللي عملنا بيهم اعادة تدوير للبرسيل الجل الفاصل او الصابون السائل الفاصل. ده الخليط الكريمي اللي هو شبه البشاميل ده اللي احنا عملناه، اللي هي الطبقة العالية اللي زودنا بيها شوية مية، والناحية التانية اللي زودنا له الصابونة المبشورة اللي احنا دوبناها مع بعض. ده او ده الاتنين زي الفل. وحابه تخلي ده لوحده وده لوحده تمام، عايزه تحطيهم الاتنين كلهم على بعض وتعبيهم بقى في جراكم وتستخدميهم برضو ده يرجع لك. انا كده اديتك طريقتين الاتنين افضل من بعض واسهل من بعض، ونتيجتهم اللهم بارك يا رب العالمين زي الفل. بصوا يا جماعه الشفافيه، بصوا الصابون قد ايه شفاف وقد ايه حلو جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. عملنا مع بعض اكتر من حاجه قبل كده، عملنا بودره الفانيش كمان قاهر الدهون، عملنا الصابون السائل والكلور والفيبا وصابون المواعين، عملنا كذا حاجه يا رب تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامه الجرس عشان كل جديد يوصلكم ان شاء الله. اتفرجوا على حاجتنا وقيموا قناتنا، وان عجبتكم ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.